السينابون رول. العجينة الأصلية ويمكن أحلى من الجاهز كمان، قطنية وطرية جدا فوق الوصف. في الفيديو ده هعرفكم ازاي تعملوا السينابون زي اللي بتشتروه من البراند بالظبط، وسر الصوص الأبيض اللي دايما تشوفوه كده على القطعة من فوق بتكون مغرقاه ولونه جميل زي ما انتم شايفين كده. أنا بعد ما عملت السينابون ده أنا قررت إن أنا أفتح براند بجد من السينابون. شوفوا الأشكال المتنوعة اللي أنا عملتها، هديكم أفكار مختلفة، بس كملوا الفيديو للآخر لأن أنا متأكدة بعد الفيديو ده مش هتقوموا تعملوه للبيت بس، لا ده انتوا هتعملوه كمان زي مشروع كده وتبيعوا منه من جماله. يعني انا بعد ما عملت الاشكال دي ما كنتش عاوزاها تتاكل من كتر ما هي جميله. وشوفوا قد ايه العجينه طريه جدا، هشه زي القطن بجد يا جماعه. يعني انتوا شايفين المنظر عامل ازاي مع الصوص. وكمان هديكم البدائل لو مش متوفر عندكم المكون ده ممكن تستبدلوه بايه. لازم تكملوه للاخر علشان هتستفادوا. بس قبل ما ابدا في الفيديو حطوا له لايك علشان اعرف انكم حبيتوا الفيديو وتشجعوني اكتر ان انزل فيديوهات. طيب الخطوه الاولى هنحضر العجين. هنحتاج كوبايتين من الحليب الدافي لان الجو برد شويه، وبيضه او ممكن تزودوا بالطين 2 و4 معالق من السكر. طيب بديل الحليب كوبايتين من الميه و4 معالق من الحليب البودره، بتقلبوهم مع بعض كده. وكده حطينا بديل الحليب. بعد كده زودت معلقتين من الخميره الفوريه، معلقه صغيره من البيكنج باودر، ونص معلقه صغيره كده من الملح، وقلبت السوائل مع بعض. بعد كده هننزل المواد الجافه. انا عامله مقدار كبير شويه فانا هقسم لكم المقدار النص وكمان الربع، يعني على حسب القطع اللي انتوا عاوزينها. فانا هحط دلوقتي 6 كوبايات من الدقيق، يعني كيلو الا ربع بالظبط. كتبت لكم المقادير بالكوب والجرام تحت في صندوق الوصف علشان لو هتعملوا كميه اقل شويه. في الاول كده هعجن المواد السائله مع المواد الجافه لحد ما نلمها لو هنشتغل على ايدينا. اما لو هتستخدموا العجان فهتسهل عليكم طبعا في الوقت كتير. بعد ما لميتها هنجيب بقى 70 جرام من الزبده، يعني تقريبا نص كوبايه، تقريبا 5 معالق من الزبده تكون بحراره المطبخ زي ما انتم شايفين كده طريه. انا طبعا مش هلمها في البوله لان احنا محتاجين ان احنا نشد فيها ونمد فيها عشان الزبده هتسيح في العجينه دلوقتي. وطبعا لو عاوزين تستغنوا عن الخطوه دي، ودي انا بفضلها طبعا، ان انا اعمل الزبده كده، ممكن تحطوا الزبده سايحه من البدايه في المواد السائله. فهمتوا؟ يبقى انتوا كده ممكن تحطوا الزبده لينه وتعجنوها زي ما انا بعمل كده، او تحطوها سائله من الاول، بس الافضل ان هي تكون لينه زي ما انا بعملها كده، لان العجينه بتتشرب كتير قوي من الزبده وبتكون طريه، وعمليه المد الكتير دي بتخلي العجينه ناعمه زي الملبن في ايديكم. وكمان بسبب العجن الكتير ده كونا الجلوتين اللي بيخلي المخبوزات متماسكه كده، ما تكونش هابطه كده ومش منفوشه. حطيتها في طبق وهسيبها لمده ساعه او ساعه وربع كده في مكان دافي تخمر على حسب الجو. يفضل تحطها في مكان دافي. على ما نحضر بقى الصوص الابيض هنحتاج كوبايه من السكر البودره، كوبايه من الحليب البودره، نص كوبايه من الميه السخنه المغليه، ومعلقه من الزبده، وهنخلطهم في الخلاط. ده حليب مكثف محلى اقتصادي دايما بعمله، عملته كمان في فيديو خلية النحل. هنسيبه بقى يبرد شوية كده وبعد كده ندخله التلاجة لحد ما يتماسك. ممكن تعملوا الخطوة دي من قبلها بيوم مثلا. الخطوة اللي بعد كده هنحضر خليط السكر. انا هحط كوباية من السكر الابيض وعليها معلقة من الكاكاو الخام. انا استخدمت اسباني اللي هو المر، معلقة ونص من القرفة، ومعلقة نشا. النشا هتخلي المكونات دي تكون متماسكة في العجينة. والافضل تحط نص كوباية من السكر البني ونص كوباية من السكر الابيض. وكمان لو مش حابين نكهة القرفة فيها ممكن تستغنوا عنها. طلعت العجينة بعد ما خمرت زي ما انتم شايفين كده. هنجيب بقى العجينة دي ونحط عليها شوية من الدقيق من فوق ومن تحت، مهم جدا عشان لما نيجي نعمل رول للعجينة ما تلزقش والحشوة بقى تلزق وكل حاجة. لا انتوا في البداية كده رشوا رشة حلوة من فوق ومن تحت، ونفرد بقى كده العجينة. لازم تكون مستطيلة، ما ينفعش تطلع دائرية علشان هتهدر مننا لما نيجي نلف العجينة كده، مش هتلاقوها متساوية. فلما تقطعوا الاطراف هتطلع كده شرايط مش معدولة. زي ما انتم ملاحظين كده انا عمالة اشيل العجينة لان حسيتها ان هي تبدأ تلزق في الرخامة، فحطيت شوية من الدقيق. ومش بنكتر اللي هو كتير قوي عشان العجينة طبعا ما تتشربش الدقيق وتطلع ناشفة معاكم، لا حاجة بسيطة كده. خلاص فردتها واكتفيت بيها. هنجيب بقى الزبدة تكون برضو بحرارة المطبخ، تكون طرية على قد ما نقدر. يعني انا سايباها بقالها يومين بس كمان الجو برد شوية فدعكتها شوية في ايديا عشان
تكون طرية. ممكن تسيحوها وتخلوها سايحة خالص. وهنجيب الفرشة وندهن بقى الزبدة على العجينة. بعد كده هنجيب خليط السكر ونحطه على العجينة كلها. واكيد طبعا ممكن نحط السكر بايدينا يعني نرشه كده، مش لازم تستخدموا منخل او مصفى او حاجات من دي. يعني سويت العجينة بس قبل ما اسويها فردت السكر بالفرادة او بالمردانة زي ما انتم شايفين عشان اضغط على الحشوة. بعد ما سويتها هبدأ اقطعها بقى شرايح. هقول لكم طريقتين دلوقتي عشان تلفوا بيها السينابون ويطلع معاكم مظبوط. انا قسته بالمسطرة بالظبط 6 سنتي والقطع انا عاملاها كبيرة. طبعا اكيد كلكم عارفين الطريقة المعتادة الاولى اللي احنا بنلف العجينة كلها رول ونبدأ نجيب الخيط ونقطع يعني دوائر كده بالاحجام اللي احنا عاوزينها. دي طريقة ممكن نلف بيها، او الطريقة التانية اللي احنا نقطعها شرائح بعجلة البيتزا او بالسكينة زي ما انتم شايفين كده ونلفها بقى على ايدينا وبتطلع معاكم متناسقة ومرسومة جدا زي ما انتم شايفين كده. وطبعا العجينة دي تعمل اكتر من 9 قطع، انا عامل 9 بس. ممكن تطلع 13 او 14 قطعة او ممكن 15 كمان لو صغرنا القطع عن كده، لكن علشان احنا عددنا صغير فعملت على قدنا. السينابون لازم يتاكل فريش في نفس اليوم، ما ينفعش تاني يوم. بواقي العجينة قطعتها كده وعملتها زي الشريك او دوائر اي شكل، المهم ايه نخبزه. بعد ما قطعنا بقى العجينة كلها، اهم خطوة تطلعوا بيها من الفيديو ده الصينية لازم تستخدموها ضيقة. يعني القطع ديت انا ممكن احطهم يعني في صينية اصغر من كده بس ما كانش متوفر عندي للأسف، فحطيتهم بعاد عن بعض كده وهسيبهم يخمروا نص ساعة في مكان دافي برضو. يعني لو الجو البارد ممكن ياخدوا اكتر من كده، بس انا دفيت الفرن شوية. على ما العجينة ترفع هنحضر بقية الصوص الابيض. هنحتاج نص كوباية من الكريم شانتيه الخام، او ممكن تستخدموا الكريمة اللباني اي كريمة بودرة، ونص كوباية من المية بس. هنبدأ بقى نقلب المكونات دي بالمضرب اليدوي، مش هنستخدم مضرب كهربائي. الكريمة بتاعتي كانت تقيلة شوية او متماسكة فزودت كمان شوية. يعني في النهاية بيكون قوام الكريمة زي ما انتم شايفين كده كريمية وناعمة كأنكم خافقين كريمة سائلة مش كريمة بودرة. هنطلع بقى الحليب المكثف المحلى بعد ما تقل شوية، قعد تقريبا ساعتين او ساعة ونص في التلاجة. بنقلبه كده وبيكون طبقة بيضة من فوق بس بنقلبها عادي. بعد كده هننزلها على الكريمة وهنقلب الخليط ده مع بعضه. في الخطوة دي ممكن تخفقوا نص علبة جبنة كريمي، بس طبعا هي غالية جدا، او ممكن تزودوا الجبنة المثلثات. هي الوصفة الاصلية بيحطوا فيها جبنة، بس الوصفة دي انا عملتها من غير جبنة وهتطلع معاكم جميلة صدقوني. السينابون ما شاء الله شوفوا عامل ازاي بعد ما خمر، خد معايا نص ساعة. بعد كده بقى خطوة الفرن اهم خطوة. هندخله فرن يكون سخن قبلها على اعلى حرارة لمدة 10 دقايق. بعد كده ما يسخن الفرن بنهديه لدرجة حرارة 180 او 190. انا هياخد معايا 25 دقيقة بالظبط. 20 دقيقة استوى كله و5 دقايق فتحت عليه من فوق. طبعا لو عاملين حجم اصغر من كده فهياخد منكم 15 دقيقة او 20 دقيقة. المهم انتوا بتفتحوا عليه الفرن كده بتتأكدوا ان هو خد لون حلو من تحت والعجينة استوت وكل حاجة، فبتفتحوا بقى من فوق حاجة بسيطة علشان ياخد اللون الدهبي الحلو. اول ما يطلع من الفرن على طول لازم نغطيه لمدة نص ساعة كده يبرد مع نفسه ويهدى كده. لما بنغطيه بيكون طري وجميل جدا. بعد ما برد بقى تماما معايا جبت الصوص الابيض اللي جميل، شايفين قد ايه شكله مغري بجد يا جماعة، احسن من اللي احنا بنشتريه بجد. طعمه جميل جدا ومتوازن في الطعم، مش مسكر قوي. شوفوا القطعة عاملة ازاي زي اللي بنشتريها من البراندات او من محل السينابون. بالنسبة للتزيين بقى فهو ملهوش نهاية، احسه زي الكيك بالظبط. السينابون بنزينه زي الكيك. اول حاجة عملته بصوص الكراميل وشوية من السوداني صوص ابيض مع نوتيلا، بديل النوتيلا مش النوتيلا الاصلية. وده بديل اوريو برضو بسكوت شوكولاتة. يعني انا مش مستخدمة اي منتجات اصلية. ممكن نحط كمان اللوتس اللي هو البسكوت بطعم القرفة، مش اللوتس الاصلي، وده بيكون شكله. استمتعوا بقى بالتزيين اكتر من الكلام. اسمحولي بس ثانية واحدة ان انا اقول لكم ان لو مش متوفر عندكم فرن بدرجات حرارة فبتكون الحرارة فوق المتوسط بحاجة بسيطة كده، علشان خاطر لو الحرارة هادية هتنشف السينابون ولو الحرارة عالية هتحرقه. فهمتوا؟ العجينة بتكون قطنية كده، ان المعجنات ما بتاخدش وقت كتير في الفرن.
طبعا القطعة دي اغلى قطعة، ده فيها عين جمل وشوية مكسرات غالية. وده الحليب المكثف او الصوص الابيض، يعني محطوط عليه لون اخضر. قال ايه يعني؟ بيستاشيو. بضحك على نفسي وعاملة لون اخضر علشان ده زبدة الفستق نسيت اجيبها. وبس كده عملت الاشكال الجميلة دي معاكم. اتمنى بجد تكونوا حبيتوها. السينابون من الحاجات المكلفة جدا لو بنعملها بكمية كبيرة، وبنشتريه غالي جدا فوق ما تتخيلوا. يعني القطعة بتتعدى ال60 جنيه او ممكن توصل ل80 في الوقت اللي احنا فيه ده. واكيد التكلفة في البيت غير اللي بنشتريها طبعا. يعني الكمية اللي انا عاملاها دي كلها تجيب مبلغ كبير لو اشتريتها. اتمنى بجد من كل قلبي تقولوا رأيكم في الاشكال والتزيين، ولازم تجربوها وتبعتولي الصورة على الانستجرام. عمالة احنسكم بالقطعة بتاعتي. اكتر حاجة حبيتها هو خفة العجينة وان هي طرية جدا. ما تنسوش بقى تحطولي لايك علشان خاطر الفيديو ده تعبت فيه كتير جدا فوق ما تتخيلوا. فحطولي لايك علشان اعرف انكم قدرتوا مجهودي والفيديو يترفع. اشوفكم على خير. باي باي.